بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا تمليس الشعر، نفس ما تشوفوا الشعر كيف بنسوي له تمليس، وبنشوف الطريقة كيف، وعلى الآخر بنشوف الشعر كيف بيتغير شكله مرة. بسم الله. ناخذ التمليس، كريم التمليس، ونحطه في الشعر بهذا الشكل، ندهن به الشعر كله، يعني المناطق اللي احنا طبعا عندنا الحلقة الجوانب خفيفة، بنحط بس الشعر فوق نفس ما تشوفوا، نحطه في الشعر كله. نحاول نوزعها بكمية متساوية يعني. بعد ما نخلص بناخذ المشط ونمشطه بس بشوية. إذا كان الشعر طويل من الأحسن تسوي له سشوار أول شي. ناخذه هذا الشكل، بنمشطه كله بهذا الشكل يعني، نمشطه بهذه الطريقة بس بشوية، يعني ما نعور الزبون. بهذا الشكل نستمر نمشط الشعر كله بس بشوية بشوي. طبعا أنا أسرع الفيديو لين ما أطول عليكم. الحين بنمشط شعر عادي، يعني في اتجاهات شعر عادي، يكون تمشيط عادي. الحين بعد ما خلصنا بنعكسه، مشط على الجهة الثانية، طرف ثاني، نفس شو تشوفوا هذا الكريم اللي يطلع لنا في المشط نرده هناك، ندهن به المناطق اللي نشوفها ناقصة شوي. شوف الحين كريم في المشط بنرده هناك يعني، نفس ما تشوفوها الحين. والمشطة كلها على ورا، ولا على الجنب، ولا يعني على عكس الاتجاه اللي مشطنا فيه في الأول. اخواني، لا تنسوا المشاركة في القناة ليوصلكم الجديد دائما، والقناة عليها فيديوهات كثيرة، وأي استفسار وأي سؤال وأي شيء احنا مستعدين للإجابة عليه. ونستمر على هذا الشكل بس بشوية، نمشطه زين لين ما نشوفه يتمشط عادي بدون صعوبات. الحين بظهر المشط بنضغط عليه، بظهر المشط بهذه الطريقة، هذه بظهر المشط نضغط عليه، نمشطه شوي ونضغط عليه، والكريم اللي يطلع نرده هناك نفس ما تشوف، نضغط عليه ونرد هذاك الكريم هناك فوقه. ضغط بظهر المشط نضغط عليه نفس ما تشوفوا هنا المشط، لين تشوف المشط يمشي بسهولة، ونقلب المشط ونضغط عليه نفس ما تشوف، نضغط عليه. وبعد ما نخلص بنخليه تقريبا 20 دقيقة. أنا على حسب التمليس اللي عندي، كريم التمليس اللي عندي يبغى لها 20 دقيقة لين نص ساعة على حسب نوعية الشعر. هذا الشعر خليت له 20 دقيقة، وكل واحد يخليه على حسب نوعية الكريم اللي عنده ونوعية الشعر. ونفس ما تشوفوا الحين بعد ما خلصنا خلينا 20 دقيقة، وراح نشوفها الحين بعد ما نغسل. شوف كيف كله يعني ملسناه بظهر المشط، ضغطنا عليه ضغط قوي يعني مش بشوي. والحين بعد ما خلصنا غسلنا تشوفوا النتيجة كيف. شوف الشعر كيف يتمشط، كل شيء قدامكم. شوف الشعر كيف يتمشط بسهولة. شوف حتى الراحة تبين على وجه الزبون، يعني تبين عليه انه مرتاح. يعني شوف طريقة، شوف الاختلاف بين الشعر بين الأول وبين الحين. وبهذا نكون خلصنا درس التمليس. ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الاعجاب، وتشاركوا هذا الفيديو مع اخوانكم واصحابكم. والى اللقاء في الفيديوهات القادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.